النهارده انا مش جاي يعني احكي لك حكايه قد ما لفت نظري. كنت بسكرول على الفيس فلفت نظري: انت مش افكارك، انت حريه اختيارك لافكارك. طبعا بعد التخرج انا يعني مريت بفتره صعبه جدا وحاله كده من الفضا ودخلت شبه في دوامه اكتئاب ما بعد التخرج واللي هو خدت فترة مستسلم وبعدين قمت على رجلي تاني وبعدين استسلمت واللي هو يعني لسه الدنيا. اي حد مر بالتجربة دي واي حد اتخرج هو عارف انا بتكلم في ايه وعارف انهي مرحلة بالظبط اللي انا بتكلم فيها. آه، وكنت عامل فيديو قبل كده عن اكتئاب ما بعد التخرج، هنزل لك اللينك بتاعه تحت تقدر تخش تشوفه. ايام ما كنت بصور من على السرير. لو ما عملتش لايك وسبسكرايب للقناة انزل اعمل لايك وسبسكرايب وتابعني في كل جديد. هنبدأ سلسلة مع بعض، سلسلة حلوة لطيفة خفيفة ظريفة، اسمها حكاية من جوه الدولاب. طيب انت مش افكارك، انت حرية اختيارك لافكارك. ساعات لما الواحد فينا بيحس بضعف ويحس ان هو محطم نفسيا وان الدنيا دايسة على وشه، دايسة على وشه كده، رايح جاي رايح جاي، بيكون في حالة من العمى. هو معمي، هو مهما حد يفضل يصحي فيه وعايز طيب قوم شوف حالك، قوم اعمل حاجة، ما تفضلش كده، ما تستسلمش. هو مش شايف اساسا حاجة قدامه، هو اطرش واعمى واخرس ومش عارف يتصرف ازاي. يعني ايه اللي هو ما باليد حيل؟ حتى لما انت بتبتدي بعدين تقوم وعلى رجلك وتقف وكده، انت بيحصل معاك دي اصعب خطوة، ان انت تبدأ وتقوم تقف على رجلك. دي اصعب خطوة انك تبدأها. انا مش جاي بصعبها عليك، بس انت بالعكس، انت لو عرفت تعدي الخطوة الاولى اللي هي اصعب خطوة دي، هتحس ان بعدين حياتك لا في تغيير حصل. انا ما اقدرش اقول ان انا ممكن يكون في تغيير حصل في حياتي 100%، بس كل اللي اقدر اقوله ان انا يعني بحاول ان انا اجدد شغفي بنفسي تاني، بحاول ان انا اعمل اي حاجة مفيدة كده في يوم تخليني احس ان انا عملت انجاز. اكتر ناس عندهم معدلات اكتئاب في العالم هي الناس الفاضية، الناس اللي هو الفضاء واوقات الفراغ جات لحياتهم. آه، في دراسة اتعملت في بلاد بره، يعني انا بس مش متذكر بالظبط كانت بنسبة كام او الدقة المئوية بتاعتها، ولكن الدراسة دي يعني اكتر معدلات الاصابة بالاكتئاب يعني هي الرجالة. الستات حتى لو قعدوا في البيوت، حتى لو كده هيصيبوا بالاكتئاب مثلا. بس احنا في مجتمعنا كمجتمع شرقي زي ده، الستات لما بتقعد في البيت انت عندك يعني في مسؤوليات على الستات حتى وهم في البيت. فالست حتى لو هي حست ببعض الضيقة والملل او من الروتين اللي بيحصل معاها في يومها، لا هي لاقية حاجة تقدر تعملها، لاقية شغلها اللي تقدر تعمله. ده بالنسبة لها برضو اسمه شغل. احنا الرجالة لا انا بتكلم في حكم مجتمعنا اللي احنا عايشين فيه. احنا الرجالة لو قعدنا من الشغل هنقعد في البيت. طب بعد ما نقعد في البيت مفيش حاجة في حياتنا بنقدر نعملها، مفيش حاجة في حياتنا مفيدة نقدر ان احنا نحس ان احنا لسه في قيمة جوانا، لسه احنا لا احنا لينا قيمة ونعرف نعيش، نشتغل ونعرف ننتج ونعرف نثمر ونعرف نعمل حاجات كتير. اصعب حاجة بتعدي على الراجل انه بيحس نفسه عاجز تماما على عمل اي شيء، سواء العجز ده كان عجز نفسي، عجز قهري، عجز مرضي، عجز جسدي. هو ايا كان نوع العجز، بس هو دي كفيلة ان هي تدخل الراجل في اكتئاب حاد. ربنا يحمينا ويحميكم من الاكتئاب. مرض خطير، مرض مش قاتل، هو مرض العصر، مرض قاتل. يا رب نحمينا منه كلنا. اللي جاي عايز اوصله لك، انت في وسواس في دماغك، أو احنا كلنا اغلبنا كده ايه فينا وسواس في دماغنا. الوسواس ده اللي هو ايه؟ انا بعد ما ببتدي مثلا عايز اعمل روتين يومي ليا حلو وعايز انجز وعايز اشتغل وعايز انتج، تحس بصوت كده بيجي في دماغك اللي هو لا انت بتعمل ايه؟ لا ارجع من اللي انت فيه، لا يا راجل لا. نام السرير منظره حلو، نام بطانية والدنيا برد وبص لا انت هتعمل ايه يا عم؟ عايز تبدا ايه؟ ابدا في الصيف بقى، ابدا في الصيف ما تكونش الدنيا برد، تكون الجو حلو، تكون حرية الحركة. ده اللي بنفضل نقوله لنفسنا كمان. مثلا عايز انزل الجيم،
لا جيم ايه، جيم ايه يا راجل، وتستهوى ومفروض مثلا لعبت بالدمبل، والدمبل ده مش عارف من غير قصد راح وقع على رجلك، فانت رجلك مش عارف حصل لها ايه وورمت، وممكن تكون بتلعب تمرينه غلط، فبروح مثلا شدد على حيلك في الاوزان فيجي لك مزق في العضله. مخك بيفضل يهيئ لك في تهيؤات كده في دماغك، انت بتخليك عامل كده، انت بتفضل عامل كده، انت متكتف، انت مش عارف تعمل اي حاجه. اكتر جملة انا جريتها وكانت فعلا هي اصدق جملة انا شفتها على الاكتئاب: هو اكبر عدو للانسان هو نفسه. ممدوح نصر الله في الدك يعني قال لك انت اكتر واحد انت هو ضدك ومش عايز المصلحة ليك، ومش عايزك ان انت تقوم على حيلك، هو اللي انت شايفه في المراية ده، هو ده فعلا. محدش عدو الانسان، العدو الانسان هو فعلا نفسه. زي ما كانش قال لك النفس اماره بالسوء، ما كانش حتى اللي هو ايه كوك يعني، ربنا حتى ما كانش حط الوصايا العشر، يعني لا تزني، لا تقتل، لا تسرق. ما كانش حصل ده. لو هو عارف ان الانسان فعلا نفسه صالحه، بس هي النفس فعلا اماره بالسوء. انا بحكي من تجربه شخصيه ومش مؤهل 100% ان انا ممكن ادي النصيحه، بس يعني حط استراتيجيه لنفسك حلوه، حط استراتيجيه ان انت تقوم على حيلك من تاني. خش اتفرج على فيديوهات كتير تبع اداره الوقت. حط لنفسك حط لنفسك موضوع معين انت عايز تمشي فيه، موضوع ده من ناحيه سواء شغلك، من ناحيه روتين حياتك، من ناحيه شغفك، من ناحيه دراستك لو انت لسه طالب في كليه، زي استراتيجيه تمشي عليها. عايز تبقى مدرب، خش خد برنامج اعداد مدربين. عايز تبقى فوتوغرافر، خش اتعلم تصوير، خش خد كورسات. عايز تتعلم انجليش، عايز تتعلم ايطالي، عايز تتعلم اسباني، خش خد كورسات. لكن انا هفنيخ في البيت واقعد وانا ورايا حاجات كتير. انت لو جه في دماغك انك ممكن حتى تعمل فكرة بسيطة تعرف تجيب منها فلوس، اعملها. لو هتنزل تسرح في الشوارع، انزل اسرح في الشوارع، الشغل مش عيب. ارض الله واسعة، ارض الله واسعة، وانت تقدر تعمل حاجات كتير. انت مش عجوز، انت مش متكتف. كل واحد جه للدنيا دي جه برسالة. انا ذات نفسي انا كنت لحد فترة كده، بس بعدين في الحكايات اللي جايه احكيها لكم، انا كنت لحد فترة كده انا مش عارف رسالتي، ويمكن لحد دلوقتي انا ممكن اكون ما عارفهاش ب100% ازاي او هي ايه، ولكن يعني كل واحد جاي لرسالة وجاي يأدي مهمة. فما تتكسلش، عشان بعدين لما الوقت يعدي والوقت يفوت ما تجيش بعدين انت تلوم نفسك. قول انا يا ريتني كنت اشتغلت، انا يا ريتني كنت انتجت، انا يا ريتني كنت عملت اي حاجة كانت حسستني ان انا بني ادم عايش، بدل ما انا عمري اللي فات ولسه عمري اللي جاي ضاع وانا في مكاني. ربنا معاك وانت تقدر.